بالنسبه ليوم اليتيم احنا اطفالنا الحمد لله صامدين وكلهم مكملين وبيحسونا على ان احنا نكمل واحنا مش هنبطل. واحنا عايزين نقول كمان ان اليتيم بالنسبه لنا ما عادش حاسس انه يتيم، حاسس ان والده ميت في حاجه عظيمه فمش حاسس بيتمه. والحمد لله احنا عندنا في اسلامنا في تكافل اجتماعي، فهم حاسين بتكافل ومش حاسين ان هم فاقدين. بس اكيد طبعا يعني فقدان الاب بيبقى شيء مختلف. انا مش حاسه اني قادره امسحيها بليز. قبل ما عدى ومش هنشعى باعتباراتنا ويسقط حكم ليه؟ وكلمة واحدة وغيرها مفيش، والسياسة مش للجيش يسقط حكم ليه؟ قال السيسي اديله تفويض والتفويض راح للداخلية والداخلية بلطجية هتفضل وفقة زي ما هي ويسقط حكم ليه؟ مش هنموت قبل ما عدى ومش هنعيش على بلدنا ويسقط حكم ليه؟ يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. قول لي يا باشا وقول لي يا بيه الكهرباء بتطلع ليه والاسعار بتغلى ليه؟ هو السيسي عمل ليه يا شباب؟ يسقط حكم ليه؟ كلمة اليتيم. هنقول كلمة عن يوم اليتيم. مش هنطوفي احنا كرهنا السيسي يسقط حكم بتغرب ليه؟ الشهرة صدقني بلاش. مش هتشتهري والله ما هتشتهري. مش هنشتهري. كنا دافعنا عن اللي راح في الميتة يفتحنا ويسقط. كلمة اليوم اليتيم. والسياحة راحت فين والآثار راحت فين؟ يا دول غنام يا سعادة البيه يسقط حكم ليه؟ يا سيسي يا عرة الثورة مستمرة. والله خدت منك. وانت يا سيسي يا كلب النار اليتيم وعايزين الإعدام في انتظار يحكوا عليكم وقالوا إرهاب واحنا جيران والباب في الباب يحكوا عليكم وقالوا إرهاب واحنا جيران والباب في الباب. خلاص يا جماعة نتوكل على الله.